اعتذار رسمي من المغرب للأهلي. قدم نافع الرفاعي المتحدث باسم نادي الجيش الملكي المغربي اعتذار واضح للنادي الأهلي وجماهيره بعد الأحداث اللي حصلت خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، وده لما قامت مجموعة من الجماهير بإلقاء زجاجات وإحداث شغب في المدرجات. الرفاعي وضح في تصريحاته إن التصرفات دي ما بتمثلش جمهور الجيش الملكي الحقيقي، وإن التحريات أكدت إن الفئة اللي عملت الفوضى مش منتمية للنادي أصلا، لكن كانت موجودة بهدف استفزاز الأهلي وإفساد الأجواء. وأكد كمان إن جمهور الجيش الملكي كان مستاء جدا من اللي حصل وحرص على إنه يوجه شكر لحارس الأهلي مصطفى شوبير على هدوءه ورقي تعامله وسط التوتر اللي حصل. وشدد كمان على إن الأشخاص اللي تسببوا في الشغب مش هيدخلوا مباريات النادي مرة تانية، وإن العلاقة بين المغرب والمصريين والأندية المصرية علاقة قوية وممتدة، وإن اللي حصل مجرد تصرف عابر لا يعكس الروح الحقيقية بين الجماهير.